اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين. ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل ماسك حلوة قوي قوي للبشرة، ماسك الزبادي والنشا. زي ما احنا شايفين كده، معلقة زبادي كبيرة هرمية بتحطيها في بولة صغيرة، طبق صغير، اي حاجة. معلقة الزبادي دي مهمة جدا جدا للبشرة. الزبادي دي فيها فيتامينات وبتعمل ترطيب للبشرة، بتخلي بشرتك زي ملمس البيبي، جميلة جدا جدا. ماسك الزبادي والنشا من اجمل الماسكات اللي ممكن تعمليها لبشرتك، اللي بتزيل التجاعيد والبقع وشد البشرة. تحفة جدا جدا، ماسك جميل لتفتيح البشرة، وممكن تعمليه في ايديكي، جميل جدا جدا. وزي ما احنا عارفين ان النشا ليها فوائد كتيرة قوي قوي. ليه؟ لانها بتحتوي على العديد من العناصر الغذائية وكتير من السعرات الحرارية، وفيها نسبة دهون كبيرة جدا وكربوهيدرات، وبتخلصك من الزيوت الكتيرة اللي في بشرتك، وبالتحديد البشرة الدهنية. بتخلصك من حروق الشمس، تهييج البشرة اللي هي الحساسية. بتحافظ على بشرة نقية، بشرة صحية. بتعمل على تحفيز وتجديد الخلايا وإزالة خلايا الجلد الميتة. البشرة دي لما بتتعرض للشمس يا جماعة بتبقى جافة جدا جدا، فبيبقى فيها جلد ميت كتير. دي بتعمل إزالة للجلد الميت. ليه؟ لأنها بتحتوي على المعادن والكالسيوم. بتعمل تخفيف للبقع الداكنة اللي في بشرتك. بتعمل تحفيز وتجديد للخلايا، لأنها بتحتوي على المعادن والكالسيوم. بتعمل برضو تفتيح للبشرة وبتقلل من حب الشباب، لأنها بتحتوي على الزنك. الزنك اللي بيحارب حب الشباب وبيعمل تحسين لبنية جميلة، بشرة نقية، لأنه بيحتوي على فيتامين سي ومضادات الأكسدة اللي بتحارب الجذور الضارة في البشرة. زي ما احنا شايفين كده، جبت بولة صغيرة، حطيت فيها معلقة نشا، وحطيت فيها معلقة زبادي، بس معلقة زبادي هرمية كده حلوة، وقلبتهم تقليب كويس جدا جدا. بعد كده هتغسلي بشرتك كويس جدا، وتقومي تحطي عليها الماسك ده. هيقعد في بشرتك بس من 10 دقايق لربع ساعة، ما تزوديش عن كده، وما تعرضيش بشرتك للشمس. بعدها بتغسلي وشك بمية فترة. المية الفترة بتعمل تهدئة كده للبشرة كده، وبتهديها. مية فترة خالص بتغسلي وشك بيها. بعد كده اي كريم مرطب عندك بتستخدميه بتدهنيه على بشرتك. الماسك ده بتعمليه مرتين في الاسبوع. ماسك جميل جدا جدا. كلنا عارفين ان الزبادي مغذية، بتضطر البشرة، بتعمل على ترطيبها وتنعيمها، بتخلي ملمسها ناعم. والنشا من الحاجات الحلوة للبشرة، وبالتحديد البشرة الدهنية، لانها بتعمل على امتصاص الدهون الموجودة فيها. والنشا بتعمل شد وتفتيح. ماسك حلوة قوي قوي، جربوه، بدي ملمس جميل وبشرة نظيفة خالية من اي نمش. زي ما قلنا بتساعد على تفتيح البشرة، هتخلصك من كل مشاكل البشرة. النشا جميلة جدا جدا، وبتعمل اخفاء للتجاعيد الموجودة، وبتعمل برضو اخفاء للهالات السوداء. ماسك تفتيح وترطيب وتنعيم وشد. اجمل ماسك من الماسكات النشا بالزبادي، وحاجات جميلة جدا جدا موجودة عندك في البيت، وبيعمل توحيد للون البشرة، وبيعالج برضو من حروق الشمس. شوفي الماسك بعد ما تعمليه اديكي على بشرتك هتلاقيها ناعمة جدا جدا جدا. ماسك النشا والزبادي للبشرة الدهنية والبشرة المختلطة، يعني يعتبر قنبلة التفتيح. النشا والزبادي بيديكي بشرة ناعمة وجميلة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك للقناة. باي باي.